السلام عليكم أعزائي المشاهدين. كما كتشاهدوا في الفيديو، هذه هي راجمة الصواريخ هيمارس الأمريكية اللي غادي تسلمها المغرب قريبا، واللي اقتناها بقيمة 250 مليون دولار، بالإضافة إلى أنظمة الصواريخ التكتيكية وصواريخ إطلاق متعددة وذخيرة ومركبات متعددة الأغراض. بقوا معنا باش غادي نعرفوا أكثر على هاد الأسلحة. وافقت إدارة الرئيس الأمريكي جون بايدن على صفقة بقيمة 524 مليون دولار لبيع راجمات صواريخ هيمارس للمغرب، إلى جانب قنابل جو أرض دقيقة موجهة بقيمة 250 مليون دولار. وهذه الصفقة كتشمل على 18 راجمة صواريخ عالية الحركة هيمارس، و40 من أنظمة الصواريخ التكتيكية أتاكس، و72 صاروخ إطلاق متعدد وذخيرة، و9 مركبات متعددة الأغراض، و40 من الأسلحة الموجهة المشتركة. وكانت أنظمة هيمارس محورية في تمكين الجيش الأوكراني من استعادة أراضيها من روسيا، ولكن حتى كييف لم تحصل على موافقة الولايات المتحدة لتلقي صواريخ أتاك طويلة المدى واللي يمكن أن تصل إلى ما يقارب 200 ميل. وجدت صفقة الأسلحة الأمريكية المقترحة في وقت من المتوقع أن يزور فيه الرئيس الجزائري موسكو الشهر المقبل لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين بلاده وروسيا منذ عقود. وفي تعليق على الصفقة، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في بيان صحفي أن البيع المقترح قد يحسن قدرة المغرب على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، وقد يساهم في قدرة المغرب على اكتشاف التهديدات والسيطرة على حدودها، ما سيساهم في الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة. والمغرب تعتبر حليف رئيسي من خارج الشمال الأطلسي الناتو، وما زال كيمثل قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في شمال إفريقيا. المغرب تعتبر أول دولة في شمال إفريقيا اللي غادي تمتلك هذه المنظومة، ومن بين الدول العربية اللي كانت تمتلك منظومة هيمارس فقط الأردن والإمارات العربية المتحدة. وصلنا لنهاية الفيديو أعزائي المشاهدين، ما تنسوش لايك والاشتراك في القناة، وشكرا.